عمر عمر اصحى. ايه يا مها، في ايه؟ مش لاقيه ليلى في البيت. يعني ايه مش لاقيه ليه؟ يعني دورت عليها في كل البيت ومش موجوده. كلمي حد من اصحابها. كلمت تارا صاحبتها ما ردتش عليا، وما عنديش نمره حد تاني. انا اللي غلطان. لازم اعمل زي اي اب ما كان هيعمل، كان لازم احبسها خالص. عمر مش وقته الكلام ده خالص. اصل ده كلام متخلف. بلاش الكلام المتخلف يا عمر، لانك بتقول كلام متخلف يا عمر. انما ان انا اقول لا على اي حاجه فجده يروح يجيبها لها، ده مش تخلف. اقول لها لا على اي حاجه فجدتها تروح تجيبها لها، فده مش تخلف. لا في ايه؟ مفيش حاجه يا صلوح، هروح اكمل مذاكرتك. انا مش عبيط على فكره، انا عارف ايه اللي بيحصل مع ليلى من امبارح. هي جت خدت تليفوني الصبح وقالت لي انها تعمل مكالمه، وانا سمعتها بتقول لترى انها تروح لها البيت. بابا لو سمحت، انا بقول لك ده عشان تبقى مطمن، مش عشان تروح تعمل مشكله. انت عارفه فين طاره دي؟ ايوه وديناها عيد ميلادها من اسبوعين في الشيخ زايد، فاكر؟ ليلى كانت بعتلي لوكيشن على الموبايل، هروح ادور عليه حالا. يلا. اهي 161. عمر بليز بلاش انت، معلش انت متعصب، خليني انا انزل اجيبها بليز، خليك هنا. رجاله صغيره يا حيوان. انت كمان انزل ايدك دي. انتوا ايه؟ حيوانات؟ حيوانات بس؟ ها؟ مش شايف انها عينه؟ كده يا استاذ. استاذ بس صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي والنبي، صلي على النبي. ايه ده بس خلاص خاطري بس. خلاص بس خلاص ماشي هو. طيب اتفضلي. ممكن تقولي لي كنت بتفكري في ايه؟ ازاي تاخدي دواء من غير اذن دكتور ومن غير ما ترجعي لنا؟ مش كفايه اللي عملتيه في نفسك؟ ما خلاص انا ما خدتش حاجه. ما خدتيش حاجه لاننا لحقناكي في اخر لحظه. يا عالم بقى لما كناش عرفنا انت فين ولا اتاخرنا 5 دقايق بس، كان ايه اللي ممكن يحصل لك؟ كنت هعمل ايه طيب؟ ما قلت لك هنروح لدكتور شريف. دكتور شريف اللي ولدك فيا يا مامي؟ دكتور شريف ده يعرفني وانا عيله صغيره، ويعرفك انتي، ويعرفنا انا كمان. انا عارفه قد ايه كان هيكون تقيل عليكي ان انتي تروحي له بيا في ظرف زي ده. انا عارفه ان انتي كنتي هتكوني مكسوفه منه، ما كنتش عايزه احطك في الموقف ده. لازم انزل، ده وقته يا عمر. مشوار مهم جدا لازم اروح. لما ارجع عندنا كلام كتير يا ليلى. ايه ده بابي، انت جيت امتى؟ ليلى انت ليه كذبتي علينا لما سالناك انت حامل من مين؟ انا ما كدبتش،
انا قلت لكم ان هو كان انتي قلت لنا انه صاحب اخو تارا الالماني اللي اول ما احنا عرفنا كان سافر على برلين. اي حاجه وخلاص، صح؟ انت قلت لها مش كده؟ ده اللي فارق معاك يا ليلى. ازاي تسيبي نفسك للولد ده كده؟ بصوا انا استحملت اللي حصل اول مره عرفته، ومش عايزه اعيش الفيلم ده تاني. فيلم؟ لا، هو انا لما اقول لجدك بقى عشان يشوف له صرفه مع الاشكال الزباله دي تبقي تشوفي الافلام صح. هتكلمي جده يعني ايه؟ ما تكلميش جده بليز. ما ينفعش تعملي حاجه في حسن. انتوا اصلا مش فاهمين حاجه وجايين تحاكموني. انا وحسن بنحب بعض، وهو قال لي ان احنا هنتجوز. تتجوزي مين يا حيوانه انتي؟ مين ده؟ ابن مين؟ متعلم ايه؟ بيشتغل ايه؟ انتي جننتي؟ انا مش قادره اصدق ان انت تفكري كده اصلا. انت بجد هتسيبها تعمل كده؟ جاوبيني يا ليلى، انت لسه بتشوفي الولد ده؟ قال لك الكلام ده امتى؟ لا مش بشوفه ساعتها يعني، ما مش دلوقتي. اديني الباسورد بتاع الموبايل بتاعك. لا مفيش حاجه اسمها برايفت، اديني الباسورد حالا. لا سيبيها ما ليلى، انا كنت فاكره ان انا مدلعاكي بس الواضح ان انتي بصي خالص. ما بالراحه. يلا بجد على فكره. لا يا حبيبتي، انتي لسه ما شفتيش حاجه، انا بقى اللي هوريكي. اسمعي يا ليلى، انت مش هتخرجي من البيت لحد انا ومامتك ما نعرف ايه اللي جرى من ورانا في الشهور اللي فاتت. انت مصدق نفسك بجد يا بابي؟ من وراكوا انتوا؟ وبالنسبه كل حاجه حصلت من ورانا احنا؟ ليلى اسكتي خالص. سيبيها تكمل يا ما. كملي يا ليلى. يو هيبوكريت. سايبه يرجع البيت بعد كل اللي حصل؟ مش انتي قعدتي تقولي ان بابي ده اناني يا ليلى، اختار حاجه رخيصه على حسابنا كلنا؟ مش ده كلامك؟ ليلى ما تتكلميش في حاجه انتي مش فاهماها وما تخصكيش. والله ما تخصنيش. يعني ايه؟ انتي قعدتي شهور بتسمعينا نفس الكلام. بابي ده مريض نفسي ومحتاج يتعالج، وانا اسمع وتطبطب عليكي واكتم في نفسي، وبعدين اروح اتغدى مع بابي في النادي واعمل اكنه ولا حاجه حصلت وما اعرفش حاجه. اللي بيني وبين مامي ما يخصكيش، وانت متعاقبه لحد ما نقرر انا ومامي ايه اللي هيحصل. ايوه ما فين ليلى؟ متأكدة؟ طب اتأكدي عشان انا جاي لي رسالة انها في الغردقة. اتأكدي يا مها لو سمحتي وانا معاكي على التليفون.